اسمها جريمة يا شيخ الغافر. ايه اللي حصل يا شيخ الغافر؟ دي مصيبة حطت على راسنا كلنا يا جناب العمدة. الواد كان سهران مع اصحابه في غصن غرب البلد لما يشربوا مخدرات ويبلعوا على راسهم وراس اللي خلفوه، وفجأة الواد طب ساكت. الشيخ نور كان رايح يسقي البطاطس في وش الفجرين، لقاه وبلغه، وانا بعت اشاره للمركز والحكومه قلبت الدنيا هناك والدنيا مقلوبه. عينت دارك على الجثه واستأذنت من حسن باشا وجيت علشان ابلغك. ما انا عارف ان حضرتك عامل عمليه البواسير وتعبان. ايوه وانا فعلا لسه تعبان، بس هو انتوا يجوا من وراكوا غير الهم والغم؟ ثم ان انت لو شايف شغلك مظبوط يا شيخ الغفر ومفتح عليك انت والغفر بتوعك ما كانش ده كله حاصل. ويمين الله بعد ما يعدي الموضوع ده لعرفكم مين العمدة يا حوش. كان معاهم حارين يا شيخ الغفر. هي انت صحيت من العمليه يا حضره العمدة؟ للاسف ما كانش فيه اثار لحريم خالص. وعرفتوا مين جثة مين؟ جثة الله يرحمه الواد احمد بن ستيتي. ما تصحى معايا يا شيخ الغفر، يعني لما يجي البيه الظابط يحقق نقول له الواد احمد بن ستيتي مالوش اسم اب؟ ما الناس كانت بتناديه كده يا حضرة العمدة. ابوه كان عسكري وتوفى في سنة من كام سنة، وامه ربته وكان اسم ابوه الشهيد عبد الله. الله يرحمه يا سيدي. يعني الاب مات بطل والام تعبت وربت وما رضتش تتجوز، وفي الاخر الواد يطلع بتاع مخدرات. ما هم اصحابه هم اللي وصلوه لكده يا جناب العمدة. ايوه ما هي مصيبه الصحاب. مين هم اولاد الرفد دول؟ والله يا حضرة العمدة حسب مناخير البروسية وتحرياتي الأمنية عرفت إن الأول فيهم الواد ميد أبو زكي، عيل كده أهبل وعبيط، وأبوه في البحرين أما يبعت له فلوس كتير يا جناب العمدة، ده حتى ماسك فايفون قد كده. الناس لما تقول ده 90,000 جنيه يعني ابن الأبلسة دي شايل جراد طين في إيديه. اصحابه هو اهبل وعبيط كده، واصحابه بيستقبلوا عليه عشان يصرف عليهم. ومين تاني معاهم يا شيخ الغفر؟ التاني يا جناب العمدة الواد سافوريا الميكانيكي، عيل كده سايب نفسه للمخدرات والحشيش والبانجو لحد ما خلت زي التريتو. وصنايع الميكانيك انما ايه ايده تتلف في حريق لكن عص مسطول على طين على طول وطيني. ماشي مع العيال دول مع انه هو اكبر منهم في السن بس عشان يصرفوا عليه. ومسكتوا العيال دي ولا لسه؟ الامن مستتب يا جناب العمدة ورابطهم بره في السلاحليه علشان حسن بيه اتصل عليا وهو معين الجثه دلوقتي. بقول لك انا رابطهم بره في السلاحليه اجيبهم لك. جيبهم لي يا سيدي. تمام يا جناب العمدة. ايه اللي حصل للشباب؟ ايه اللي يخلي شباب في سن صغيره يصاحبوا مدمن ويبقوا مدمنين زيه؟ الناس بعدت عن الدين وعن الاخلاق. الاب اما يولع لابنه السيجاره وفاكرها كده هيعلمه الشطاره، ده بيقتله وهو مش عارف. ليه الناس مش بتحاسب اولادها؟ رحت فين وجيت منين وماشي مع مين واتاخرت بره ليه؟ الزمن اتغير ولا انا كبرت ولا ايه؟ زمان كان الشاب بيحترم ابوه، بيحترم اللي اكبر منه، كان بيدير على اهله وعرضه. دلوقتي اما يشتم ابوه اما يبقى قاعد على كرسي وراجل مسن واقف وست كبيره واقفه. ليه انتشر التحرش والتنمر؟ زمان كان الشاب بيحترم استاذه رغم انه كان بيضربه. دلوقتي هو اللي بيضرب استاذه. اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ رحت فين يا زمان؟ فين التربيه؟ فين الاخلاق؟ يا ريتك يا زمان ترجع زي زمان. يا حضرة العمدة يا جناب العمدة حسن باشا وصل. اتفضل يا سعادة الباشا. خلاص تمام مفيش مشكلة. خلاص هكلمك بقى. خلاص. ازيك يا عمدة؟
الله يسلمك يا باشا. ايه اللي بيحصل عندك ده احنا حتى بنقول عليك احسن عمده عندنا في المركز. ازاي يا حضره العمده يبقى عندك الكم الكبير ده من المخدرات وحضرتك نام على نفسك؟ ظبط قهوة حسن بيه يا ولد. حاضر يا جناب العمده. يا باشا زي ما انت عارف الشباب اتغيرت وبقى كل عيل من دول شوكته في ظهره ومحدش عارف يكلم حد. يا عمده ده انتوا بلدكم بيقولوا عليها بلد المتعلمين. اكتر من نص اهلها مؤهلات عليا. حتى بيسموكوا بلد الدكاتره واساتذه الجامعه. وعندكم اعلام في القضاء وفي الشرطه وفي الجيش. عندكم مهندسين محامين. يا عمده ده البلد دي خرج منها 3 اعضاء مجلس نواب يا عمده. والله كلامك صحيح يا سعاده الباشا. نجيب لحضرتك المتهمين. لغايه دلوقتي القهوه ما جاش. مفيش مشكله يا عمده، مفيش مشكله. هات لي المتهمين. يا شيخ الغفر. ايوه يا جناب العمده. حط القهوه لسعاده الباشا. حاضر يا جناب العمده. وفك العيال المتهمين وهاتهم لحسن باشا. يا ريت بسرعه بسرعه بس. والله يا عمده انا بقول عليك دايما عمده مثقف وقادر وبتجيبها وهي طيب. ازاي يا عمده؟ انت كبرت ولا ايه يا عمده؟ الدنيا اتغيرت يا باشا. المتهمين يا حضرة العمده توأم الفساد في البلد. اجا فين هذا؟ تعالى. اجا فين هذا؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ميدو يا باشا. ميدو؟ وايه اللي حصل يا سمير؟ هم اللي قالوا لي لازم تشرب وتصدر عشان تنسى اللي حصل يا باشا. وايه اللي حصل بقى يا سيدي؟ انت ما تعرفش يا باشا اللي حصل؟ لا يا اخويا ما يعرفش. الزمالك اتغلب قصاد الاهلي في كاس السوبر. والله ما هو المدرب كان مصطفى. لو ما كانش عمر جابر وشيكابالا لعبوا البلانتات كنا زماننا كسبنا. ولو كان ميدو ولا حسن شحاتة لعبوا الماتش كنا زماننا كسبنا. بس هو المدرب كان مصطفى. مدرب ايه وماتش يا شيخ الغافر؟ مدرب ايه وماتش ايه وزمالك ايه واهلي ايه؟ زمالك مين واهلي مين يا ابن مت؟ يا ابن مت عقبي. الدنيا يا جدعان كان سامع واحد معدي بيهمني من الدنيا. انا انت عملت وداع يا مان وداع الحب حنان يا شيخ الغافر. حنان عم اقول ايه؟ عم اقول ايه يا علي؟ ما كان بدل الفلوس اللي ما تضربها بها مخدرات وسمها لي دي كانوا اهلك دخلوك مركز تخاطب. كنا فهمنا على الاقل كلمتين من اللي انت ما تقول. تعال يا علي. تعال انت يا ابني تعال. وانت اسمك ايه يا ابني؟ انا اسمي تافوري يا ابو النلاء يا باشا. كنت على الباشا حلوه يا علي. اسمك ايه؟ تافوري يا ابو النلاء. وايه اللي حصل بقى يا سي نزاهه؟ ما حصلش حاجه بالله على النبي. ما حصلش حاجه بالصلاه على النبي. ما حصلش حاجه. احنا قلنا نعلي الدماغ شويه. والعيال دي عيال فاضي بتوع مدارس. الولد احمد حضرتك جرب الكنكه من هنا وفرفر زي الكتكوت المذبوح. مذبوح واخد بالك يا عمده؟ الكار اتضرب لحد الباقي. انا مواكب يا سيدي. بقى كله عيال. فين ايام زمان؟ ايام ابو اللفه وعنطوره كانوا معلمين بالرحيق. الفتح على روحهم يا فاتحه يا شيخ الغافر. تعال هنا. خلاص خلاص يا يا علي شيخ. يا علي انت في ايه؟ انت حد لعبك في الاعدادات يا علي؟ حد دخل على الضبط عيد ولعب لك في الاعدادات بتاعتك؟ ده انت مفيش كلمه راكبه على كلمه. يا ابني انت هتخطب؟ حرام عليك يا علي. خلاص خلاص يا شيخ الغافر. خد العيال دي على البوكس عشان يكمل التحقيق هناك. ومضي جناحك يا باشا. وبالنسبه للجثه يا عمر ان شاء الله ان هي هتيجي يلا يا تحقيق علي. وبعدين هيطلعوا لكم تصريح الدفع. طيب يا باشا ايه اللي هيحصل مع العيال دي يا باشا؟ العيال اللي اتسببت في المصيبه الكبيره دي. للاسف يا عمر حابب اقول لك ان هياخدوا قضيه تعاطي وهيجي محامي شاطر كالعاده يطلعهم زي الشعر من العجينه. مش المهم في العيال دول يا عمده. المهم لازم نلحق الشباب الباقيين نوعيهم. لازم نجفف منبع المخدرات في البلد دي يا عمده. لازم نقبض على كبار التجار بشويه العيال دول. ايوه طب قول لنا يا باشا هنعمل ايه عشان نلحق الباقيين؟ عارف يا باشا العيال دي لو عملت تيك توك
كانوا كسبوا فلوس قد كده، كانوا طلعوا ترنج وخربوا الدنيا. اي والله. اقول لك انا يا عمده تعمل ايه في الشباب الباقيين؟ اتفضل. اعملوا لهم ندوات في مراكز الشباب، اعملوا لهم انشطه، اعملوا لهم دورات رياضيه، اعملوا لهم حتى فريق تمثيل يفرغوا طاقتهم فيه يا عمده. ولا ايه يا عمده؟ يسلم فمك يا باشا. وانا من ناحيتي اكلم ائمه المساجد وفي الكنائس علشان يعملوا لهم خطب وندوات يكلموهم عن خطر المخدرات. برافو يا عمده. مش بس كده، اعملوا يفط اعلانات علقوها على مدخل البلد، عند الحلاق، عند البقال، في مكتب محامي، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان يا عمده. طب يا باشا قول لنا نكتب ايه على اللافتات واليوفط دي؟ اي كلام يتناسب مع الموضوع ده يا عمده. عندك مثلا كان في اعلان للنجم الاعلامي محمد صلاح. مو صلاح يا حضرة العمدة بتاع ليفربول. ايه؟ كان عامل اعلان بيقول فيه انت اقوى من المخدرات. الله عليك يا باشا، انت اقوى من المخدرات. كلنا اقوى من المخدرات. كلنا اقوى من المخدرات.